بقلب في الفيسبوك كده كل شويه الاقي حد كاتب ان هو اشترى لاولاده الكتاكيت من قدام المدرسه لان هو لم يصمد قدام زنهم عايزين الكتاكيت عايزين كتاكيت. فكروني بحكايتي، قلت اجي احكيها لكم. وانا صغيره زي اي طفل بريء شفت الكتاكيت دي وبرده كنت عايزاهم جدا وشكلهم خطفني كده، وقمت اشتريت لي 3 4 كتاكيت وروحت البيت وكنت فرحانه بيهم قوي انا واخواتي، وحطينا لهم اكل وميه وسبناهم ونمنا صحينا لقيناهم ماتوا. بابا ساعتها قال لي ان هما ماتوا من البرد، فزعلنا جدا وحسينا ان احنا السبب في موتهم وكده. تاني يوم رحنا المدرسه لقينا بتاع الكتاكيت جه تاني، فقلنا نعوض، جبنا تاني 3 4 كتاكيت وحطيناهم في الكرتونه، وقلنا المره دي بقى ندفيهم كويس. قمت قفلت الكرتونه عليهم وطبقت فوقيهم 3 بطاطين. صحيت الصبح لقيتهم ميتين. بابا قال لي ان هما ماتوا من الحر. هتقولي لي طب هو الحاج فين صاحب البيت طول الليل؟ يعني ليه بيسيبهم لحد ما يموتوا بالبرد وليه بيسيبهم لحد ما يموتوا من الحر؟ بابا ساعتها كان بيشتغل شغلانتين ما كانش بيلحق يعرف احنا عملنا ايه، وبيصحى الصبح وهو رايح شغله كده بيكتشف الموضوع. طبعا انا والله الموضوع حاسس في نفسيتي من ساعتها لحد ما خلصت تعليمي وكبرت واشتغلت صحفيه ورحت اعمل حوار مع رئيس اتحاد الدواجن للقاهره، الله يمسيه الخير بقى مطرح ما هو قاعد. انا ساعتها بقى كل اللي بيدور في دماغي وانا قاعده بعمل معاه الحوار، الراجل ده متخصص في الفراخ والكتاكيت، ده الفراخ كلها بقى، ده فراخ القاهره كلها، ده في عبه يعني. احنا لازم ان احنا نساله عن الموضوع ده. حاولت اجيب له السؤال بصيغه صحفيه، قلت له اين اتحاد الدواجن من الكتاكيت اللي بتتباع قدام المدارس دي؟ قام قايل لي حضرتك الكتاكيت اللي بتتباع قدام المدارس دي كلها مش متطعمه، واللي بيبيعها عارف ان هم هيموتوا، ولو حصلت معجزه وعاشوا فالفرخه دي مش هتبيض ولا الديك هيأذن. مش عارفه الكتاكيت دي بيعملوا فيها كده ليه، وبرده اوقات علشان يخلوها تتباع اكتر وتلفت النظر اكتر بيصبغوها، بيدلقوا عليها الوان، والالوان بتدخل يعني في عين الكتاكيت ويصابوا بالعمى وهم ولا في دماغهم عادي، المهم يكون شكلها حلو وتتباع. فانا بقول لكم قصتي مع الكتاكيت علشان تعرفوا ولادكم ان هم احتمال كبير جدا يموتوا، لان ده احساس مش حلو، ويا ريت ما تحصلش التجربه من الاول. يا اما لو جبتوها ما تطبقوش فوقيها بطاطين عشان ما يفطسوش، ولا تسيبوها في الهواء الطلق عشان ما يتجمدوش، وكل واحد يخلي باله من كتاكيته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.